أجنحة تشابه الرياح سرعة وصفيرة، على ندفات الثلج مسرحها، وبملاحم الأبطال أساطيرها. مولدها ستينيات القرن التاسع عشر، من وسيلة للتنقل إلى رياضة يشع صيتها في كل حدب وصوب. التزلج بالإسكي من بلاد النرويج بدأت، وفي أستراليا ترعرعت، موطنها الثلوج والجبال، وأهلها أهل عزيمة وإصرار. منافسات الإسكي دمغت دورات الألعاب الأولمبية الشتوية منذ رأت النور في عام 1924 في الجبل الأبيض بفرنسا. تمتد على مسافات طويلة حتى 50 كيلومترا، سباقات فردية أو مزدوجة أو حتى تتابع بين 4 رياضيين. رياضة التزلج هي عروس جدول ميداليات القيصر الروسي ب13 ذهبية منذ أول مشاركاته في أولمبياد 94 في ليلهامر في النرويج. اسمها أبلغ من وصفها، القفز من منصات عالية تراوحت أمتارها من 60 حتى وصلت ل9 بعد 100 في أولمبياد 2006 في تورينو الإيطالية. ذهب القفز بالإسكي يحوزه صاحب أطول قفزة، أما بفئاتها فيوجد الفرد والفرق والمنصات الضخمة والعادية. وليدة من الرياضتين السابقتين قفز عال من المنصة، يليه سباق طويل يمتد حتى 10 كيلومترات، ومشاركاته فردية أو فرق من 4 لاعبين. بالفرق ينفذ كل لاعب قفزة واحدة، ثم سباق تتابع على 20 كيلومترا. نعم، على الثلج مسرحهم، فهم نشأوا في هذه الحلة البيضاء منذ نعومة أظفارهم، يبرعون في التزلج كما لو أنهم ولدوا في أحضانه. لكن ماذا عن حال أهل العرب؟ تندر مهاراتهم هنا كما يندر الثلج في بلادهم. إسماعيل عبد الله من ضواحي موسكو، رياضة 26.